عدنا إليكم من جديد بعد غياب دام أكتر من 40 يوم عن فانتازي الدوري الإنجليزي، طبعا بسبب البطولة الأمتع كأس العالم قطر 2022. بنرجع لكم تاني للجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة هاتركوية من فانتازي الدوري الإنجليزي. والله العظيم المقدمة دي وحشتني جدا جدا، بقالي أكتر من شهر وشوية مسجلتهاش معاكم. راجعين معاكم النهارده عشان نتكلم عن فانتازي او الجوله ال17 من الدوري الانجليزي. لكن قبل ما نتكلم في كل التفاصيل، وعشان انت طبعا هتشوف ان الحلقه طويله جدا، قبل ما تنساش ان اعمل لايك وسبسكرايب وشير وتشاركنا على قناه السوشيال ميديا اللي تحت ليها في الديسكربشن، وتخش معانا كود دوري الهاتريكوي عشان تكون واحد من 3 هيكسبوا معانا في نهايه الموسم. نرجع نقول تاني ان الهدايا عباره عن المركز الاول هياخد تيشيرت وفوتو بلوك، والمركز الثاني هياخد تيشيرت، والمركز الثالث هياخد فوتو بلوك، وان الهدايا مقدمه من تايب ستيم وديربي ستور السويس. عملت اللايك، عملت السبسكرايب، يبقى يلا بينا نتكلم عن فانتازي الجوله 17، ولكن بعد الانترو. طبعا احنا كلنا اتفرجنا على البطولة الممتعة جدا بتاعة كاس العالم، واتفرجنا بقى على ميسي وهو رافع الكاس، واتفرجنا على اللحظات الصعبة واللحظات القوية والكلام ده كله. لكن نرجع بقى لمرجوعنا، ونرجع بقى لحبايبنا، بطولاتنا اللي احنا بنحبها، الدوري الانجليزي ودوري الابطال، ونتكلم بقى في فانتازي الدوري الانجليزي، ونتكلم بقى في فانتازي دوري الابطال. انسى بقى كاس العالم خلاص، مش هنفضل عايشين على الذكرى بتاعته. طبعا في لعيبه كتير اتاثرت بسبب كاس العالم، منهم طبعا خيسوس مثلا، فانت بتفكر دلوقتي ايه البديل اللي انا اجيبه. في لعيبه كتير تالقت في كاس العالم، فانت بتفكر ان انت تجيبها في البطوله ولا لا. فاحنا النهارده هنطلع نتكلم معاك فقراتنا المعتاده العاديه، وهنقول لك مين تجيبه ومين تسيبه، مين يزور ومين يغور. مين يزور، فاحنا عندنا 6 لعيبه هنقول لك عليهم، تقريبا دي اول مره او تاني مره نقول لك على 6 لعيبه في الفانتازي تجيبهم للجوله دي وللجولات اللي جايه. 3 منهم من تشيلسي، وهنبدا بحراسه المرمى كيبا ريزابلاجا. لازم يكون معاك كيبا، لان بقالنا فتره كبيره اهو ما بيلعبش هو في يعني بطوله كاس العالم، هو ما لعبهاش، فهو في استراحه، وهو اللي بيلعب اساسي. جرام بوتر هو اللي بيلعبه اساسي، فكيبا عنده ماتشات الى حد ما في المتناول بالنسبه لتشيلسي، وكمان ان هو اللي بيلعب اساسي وما بيتغيرش، يعني بيتغير مثلا ممكن كل فين وفين، بس جرام بوتر بيعتمد عليه في الدوري مش على مندي، فلازم ان هو يكون معاك. كاي هافرتس لو مش هيلعب هجوم فهو اوريدي مثلا هيلعبها جناح، لو مش هيلعب جناح بيلعبها مثلا صانع لعب تحت المهاجم. فكاي هافرتس سيبك من اللي حصل في منتخبه، مش قصتنا ومش حكايتنا، لكن خلينا في اللاعب نفسه. كاي هافرتس من ساعه اخر جولتين احنا كنا بنقول يا جماعه خلوا معاكم كاي هافرتس هيبقى مفيد جدا ليكوا في الماتشات، سواء يعني لو لعب مهاجم قشطه، لعب جناح قشطه، لعب صانع العاب. الميزه ان هو جرام بوتر هيلعبه في اي مكان، فنسبه وجوده في الملعب كبيره، وبما ان نسبه وجوده في الملعب كبيره فبالتالي نسبه ان هو يحرز اسيست او هدف برضه نسبه كبيره، فخلي معاك كاي هافرتس. واللاعب الثالث هو اوباميانج في اواخر الدوري قبل ما نخلص قبل ما ندخل على كاس العالم، اوباميانج كان بيتالق وكان بيجيب اهداف. فاوباميانج دلوقتي لو بدا اساسي، هو اللاعب الاساسي او المهاجم الاساسي لتشيلسي، فهتبقى دي فرصه كويسه ليك جدا، ان هو كمان مش كل الناس شارياه، مش عدد كبير قوي يعني شاريه، فنقدر نقول نص ديفرنشيال مثلا، فخليه معاك ونزله وحطه اساسي مع هالاند طبعا اللي احنا كلنا شارينه. لازم تاخد بالك من حاجه، ان احنا كلنا دلوقتي معانا وايلد كارد، فانت عندك اختيارات كتير جدا ترميها واختيارات كتير جدا تجيبها. اما عن ال3 لعيبه التانيين في مين يزور، فهنقول لك متروفيتش حاليا ب6.8 تقريبا مليون. فولهام عنده ماتشين في الجوله 19، يعني هو عنده الماتش ده واللي بعده 17 و18، بعد كده في الجوله 19 عنده ماتشين. ومتروفيتش سواء فولهام فايقه او مش فايقه فهو بيشتغل، هو جاي بيعمل شغل، هو الموظف المثالي في هذه الفرقه. فلذلك هو لو في جون او جونين او 3 جابتهم فولهام في اي فرقه، فهو لازم يكون ماضي على الاقل في اسيست واحد منهم، فهات متروفيتش. وطبعا انا بقول لك هات متروفيتش عشان نعوض غياب خيسوس اللي لسه هنتكلم عليه. زاها بنفضل كل جوله نقول يا جماعه اللي ما عندوش زاها يجيب زاها. شفت انا قلت ايه على متروفيتش؟ ان هو الموظف المثالي او الموظف اللي شايف شغله في فولهام. كذلك برضو كريستال بالاس بالنسبه لزاها. زاها هو النص ملعب الوحيد في كريستال بالاس الفايق،
الفايق اللي هو قوي. يعني كريستال بالاس لو مغلوبه 6-1 فهتلاقي الواحد ده جايبه زاها، لو في ضربه جزاء جت لكريستال بالاس هو اللي بيلعبها، لو جه فاول لكريستال بالاس هو اللي بيلعبها. فهو النجم الفرقه، هي الفرقه بتتبني عليه، الكور حتى بتتبني عليه، فلازم يكون عندك زاها، وخصوصا ان الماتشات اللي جايه فيها ماتشين في المتناول. احنا بكلمك على الثلاث جولات اللي جايين. وفي المركز الاخير هي مش بالترتيب قوي يعني، بس بنقول لك راشفورد عنده برده 3 ماتشات الى حد ما في المتناول. اتمنى بقى ان مانشستر يونايتد يخلص بقى من الكبوه والدماغ المجنونه اللي كانت موجوده قبل كاس العالم. خدت اهو فتره كبيره جدا يا تنهاج مع الفرقه، اللي راح كاس عالم رجع لك، ما فيش غير مثلا ليساندرو مارتينيز مثلا هو اللي ممكن يكون لسه ما رجعش ومش هيلعب مثلا دلوقتي عشان الاجهاد اللي حصل في كاس العالم. فانت الفرقه معاك بقالك شهر وكام يوم، شهر و10 ايام ولا شهر واسبوع، المفروض بقى تكون غيرت فيها كتير جدا. فمتوقعين بقى ان احنا نشوف بقى، نتفرج بقى على برونو فرنانديز بقى بشكل تاني، نتفرج على راشفورد بقى بشكل تاني. فعشان كده احنا بنرشح لك راشفورد، خليه معاك والثلاث ماتشات اللي جايين. اما عن مين يغور فهنقول لك طبعا خيسوس اتعرض لاصابه في كاس العالم، والعوده المتوقعه بتاعته في 4 فبراير. يعني احنا لسه بنتكلم في شهر كامل، الشهر الكامل ده هيتلعب فيه حوالي 5 جولات. كتير جدا ان انت تخلي اللاعب عندك على الدكه. خيسوس ماشي مهاجم ممتاز وب 8 مليون والدنيا حلوه، لكن كتير جدا ان انت تخلي اللاعب ده معاك من 4 ل6 جولات، كتير خالص. فبيعه، اخلص منه دلوقتي وهنشوف له سكه بعدين. رودريجو برضو نفس الكلام، رودريجو ليدز برضو نفس الكلام، ان هو عنده اصابه ونسبه اشراكه في المباراه حوالي 75%. فانت مش هتقعد على، يعني مش هتقعد ملقلق كده. بس والله عايز، يعني انت لو عندك 2 كويسين في الهجوم وعايز تسيبه، سيبه مفيش مشكله، اركنه اخر دكه، ممكن يرجع الماتش اللي جاي بعد اللي جاي، ممكن يرجع بعدها بجولتين، الله اعلى واعلم. بس احنا بنقول لك في الامان بيعه وهات حد تاني احسن. نمبر 1 الجوله ال17، وهيبقى مفاجاه كبيره جدا عمرك ما هتتخيلها. هيكون هالاند، وهي مش مفاجاه ولا حاجه، واقلب يلا نشوف حاجه بعدها تاني عشان هو قفل اللعبه. اما عن رشقت، لاعب نسبه امتلاكه قليله نسبيا، ومتوقعين ان هو هيعمل حاجات كتير في الجوله 17، الا وهو اوباميانج مهاجم تشيلسي. زي ما قلت لك في البدايه خليه معاك. واما عن الشنتي يا فالح، لاعب نسبه امتلاكه عاليه جدا، لكن متوقعين او حاسين ان هو مش هيعمل حاجه، الا وهو هاري كين ما اداش الاداء القوي اللي احنا مستنيينه منه في كاس العالم. ادي نقطه. النقطه الثانيه ان في لعيبه معاه في الفرقه كان بتلعب في الاضواء في المربع الذهبي وفي النهائي كمان في كاس العالم، فهيبقى في اجهاد شويه، خصوصا برضو ان هم لعبوا ماتشات قويه. ما هم لعبوا قصاد فرنسا وعملوا اداء كبير برضو قصاد فرنسا رغم خروجهم، لكن هاري كين متوقعين ان هي هترجلش معاه كده اول جوله اللي هي ال17، وممكن يفوق بعد كده، بس احنا خايفين منه شويه. اما عن الكابتن الريسكي اللي هو تبقى مقلق شويه منه، بس لو ضربت معاك بوم انت كده عديت، تبقى انت الوحيد اللي عملتها في العالم. اوباميانج متوقعين باذن الله ان هو لو نزل اساسي هيسجل، فبالتالي انت هتبقى مغاير للعالم كله. هتقول لي انت ما قلتش الكابتن مين؟ ما انت ما تستناش مني ان انا اقول لك الكابتن، خلاص احنا كده بنحفظها. نمبر 1 والكابتن مع بعض هم واحد، هالاند. فما تستناش مني ان انا بعد كده هقول لك هات الكابتن فلان، لا هالاند، خلاص احنا ثبتنا الفقره دي. اما عن الدريم تيم، افضل 11 لاعب او اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقط في هذه الجوله، بعيدا بقى عن اي معايير. يعني لا بنهتم بال100 مليون ولا بنهتم بان يبقى في 3-4 لعيبه زياده من الفرقه. في حراسه المرمى عندنا كيبا ريزابلاجا من تشيلسي، والجوله دي احنا بنلعب ب 3-5-2. في خط الدفاع تريبيه من نيوكاسل، وكانسيلو من مانشستر سيتي، وريسي جيمس من تشيلسي. واما عن نص الملعب 5 هيبقوا معانا دي بروين من مانشستر سيتي، وفودن من مانشستر سيتي، وراشفورد من مانشستر يونايتد، والميرون من نيوكاسل، وتروسارد من برايتون. واما عن قلبي الهجوم فهم 2 هيبقوا هالاند من مانشستر سيتي، واوباميانج من تشيلسي. اما عن دوري الهاتريكويه، تعال نبص على دوري الهاتريكويه بعد الجوله ال16 قبل كاس العالم. فخلينا نقول ان في المركز الاول الاهلي اف سي تيام مصطفى كان جايب 53 نقطة بمجموع كلي 989 نقطة. كان عنده وارد اللي هو حارس ليستر سيتي،
ووايت من ارسنال، وتريبيه من نيوكاسل، ودانك وكانسيلو، دي بروين ومارتينيلي وتروسارد وخيسوس وهاري كين وهالاند كابتن ما عملوش اي حاجه وجاب نقطه واحده، فك كابتن ب2. برافو عليك، استمر عليها، ما فيهاش اي مشاكل بالنسبه لي الخطه دي، واكيد انت طبعا هتغير خيسوس. اما في المركز الثالث عندنا مانشستر يونايتد. نهر فهد كان جايب 42 نقطة في الجولة 16 ب 981 نقطة توتال. كان عنده في حراسة المرمى إيدرسون وكانسيلو وتريبيه ووايت وداير، وزاها ما جابش نقط، والميرون ومارتينيلي، وكان مكابتن صلاح. كان عنده فيرمينو برضو يا جماعة، اللي لسه يعني بقول لك اهو ان هو غايب ولسه هيكمل غياب، وهالاند كان فايس كابتن وصلاح هو كان الكابتن. برافو عليك. عنده بوتمان برضو على دكة الاحتياط، وبوتمان اختيار كويس للناس اللي بتحب تلعب على الاطوال بقى والركنيات وكده، لو عايز تجيب حد يعني هات بوتمان. اما في المركز الثالث هيكون ديفو ام اف عبد الرحيم مجايت، يا رب اكون بنطق الاسم صح واسف لو بنطقه غلط. كان جايب 51 نقطة في الجولة 16 ب 974 نقطة توتال. تعال نبص على التشكيلة. فابيانيسكي من ويست هام، وتريبيه وكاستاني وكانسيلو وتروسارد وفودن وزاها وساكا وويلسون وهالاند كان الكابتن، وهاري كين كان فايس كابتن اللي جايب 11 نقطة وللأسف راحت منه. كان عنده على الدكة برضو وارد حارس المرمى. برافو عليك، التشكيلة حلوة. أنا ملاحظ برضو يا جماعة إن كلنا خلاص بقينا بنلف في حوالين اختيارات كده، كام اختيار هم اللي احنا بنلف حواليهم، دول اللي احنا بنلعب عليهم. بس بعد كأس العالم في ناس جديدة بقى هتتضاف، في ناس جديدة جدا هنبدا ان احنا نبص عليها اكتر. بس يا سيدي هذه كانت قصه الجوله ال17 من فانتازيا الدوري الانجليزي. ما تنساش تاني ان انت معاك وايلد كارد، وان اللي قلتهم لك دول هم دول في وجهه نظرنا. انت لو عندك وجهه نظر تانية يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات، واحنا هنرد عليك وهنتناقش مع بعض عادي جدا. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير وتشاركنا على السوشيال ميديا اللي هتلاقيها في الديسكربشن. واهم حاجه تخش معانا كود تخش دوري الهتركاوي اللي هتلاقي الكود بتاعه في الديسكربشن عشان تكون واحد معانا من 3 هيفوزوا في نهايه الموسم. شكرا جدا ليك، سلام.